اصبر بس عشان عايزك تركز معايا، لان السكوتر ده فيه 3 منه نفس الشكل، عشان هو اسمه هامستر وهامستر بلس وهامستر ال، ولكن الموديل اللي معانا ده اسمه هامستر بلس. بس قبل ما ندخل في اي حاجه تعال اوريك حاجه. عمرك سمعت عن سكوتر بستارت انجن؟ بتشوفها في العربيات بس صح؟ جديده دي صح؟ طب تعالى اهو ستارت انجن زي ما انت شفت، والرساله بقى الترحيبيه بقى وانت راكب الطياره وبتاع، فاهم؟ الدنيا جميله معاك جدا. لايك دلوقتي حالا عشان نتكلم على اقوى سكوتر كهرباء نازل من شركه تيل، وده يعتبر تاني موديل من شركه تيل قبل السكوتر اللي احنا صورناه عمرو الاول اسمه ايه؟ دراجون. لايك بقى سريعا عشان دلوقتي هنتكلم على اسرع سكوتر كهرباء نازل من شركه تيل، ويلا بينا نبدا. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات. النهارده بقى هنتكلم على الوحش اللي نازل من شركه تيل، وهو الهامستر بس الهامستر بلس. السكوتر ده يعتبر اكبر سكوتر نازل كديزاين من شركه تيل، ومش بس كده كمان ده نازل بيمشي افريج عالي جدا. اول حاجه تعالى ناخده بالنا بس الاول من الشكل بتاعه عمرو، دي اول حاجه، غير طبعا الستارت انجن اللي انت شفته. بص هنا هتلاقي الشكل بتاعه فضائي شويه، تحس ان هو نازل بسحبه من قدام، وطبعا هنا عامل لك ليد زي ما انت شايف، وحاطط لك اللوجو بتاعهم في النص هنا. هو طبعا كاتب لك ان هو ايجو يعني الكتريك. السكوتر ده نازل 2000 واط 72 فولت 35 امبير. الشحنه الواحده بتاعت السكوتر ده بتمشيك 120 كيلو. بس هل ال 120 كيلو هيمشي فعلا 120 كيلو على ال 120 كيلو بتاعنا؟ ممكن ما يبقاش على ارض الواقع فعلي، ولكن ممكن يمشيك لحد ال 90 كيلو او ال 88 كيلو، وده راي المستخدمين فيه، الناس اللي فعلا جربته على ارض الواقع. السكوتر ده مبدئيا من المميزات اللي فيه ان هو الحجم بتاعه كبير، والتسارع بتاعه كويس جدا لان هو 2000 واط. وطبعا زي ما احنا شايفين في كل الموديلات، تعالى كده يا عم، هنلاقي هنا عندنا 3 مستويات، الاول والثاني والثالث، مع اختلاف بقى ان هو كبروا لك هنا شكل السكرين، وهنا برضو عامل لك فكره الباركينج والشكل بتاع البطاريه ان هو مشحون قد ايه والكيلوات. طيب الناس هتسال برضو ايه فكره الباركينج دي؟ الباركينج دي ان انت دلوقتي لو فتح السكوتر ودوست بنزين اهو، او دوست على دراع البنزين ما اشتغل عشان السيفتي، ولكن عشان انا افك الباركينج دي عشان السيفتي هروح ماسك هنا، بص اروح ماسك هنا فرامل اهو، وقال لك كمان ايه؟ ريدي. شايف الكلمه الخضراء دي؟ تعالى كده، كتب لك الكيلوات وكتب لك ايه؟ ريدي. طب بص هنا الماكسيمم سبيد بتاعت السكوتر 50 كيلو متر في الساعه، وعدد الساعات بتاعت الشحن من 3 ل 8 ساعات. هو بيتكون من بطاريته ايه؟ البلس ده بيتكون من 6 بطاريات ليد اسيد، ولكن المميز بتاعهم ان احنا طبعا مستنيين السكوتر الهامستر ال، وده بالبطاريه الليثيوم. تعالى انت عايز تشوف البطاريات، وهي البطاريات مش هنا يا عمرو، هي ده هنا مساحه التخزين بتاعت الشنطه، وده الشاحن بتاعه. وهنا طبعا تحس ان هو شبه ايه؟ المفتاح بتاع الشقه كده بتاع الكهرباء، ولكن ده فعلا هو بيفصل السكوتر. يعني حتى بصوا لو طفيناه السكوتر قطع خالص كهرباء، ولو رجعناه تاني السكوتر هيرجع برضه يشتغل، بس طبعا لازم نفتحه. وطبعا هو نازل زي ما انتم شايفين كده. معلش يا الست دي لازم كده حشر نفسها في كل حاجه، تفتح اي حاجه في السكوتر شغال. ده مبدئيا فيه مفتاحين وفيه 2 ريموت، تقدر تشغل برضه السكوتر وانت بعيد عنه اهو، تضغط كده زي ما انت شايف كده اهو، اشتغل زي ما انت شايف اهو، مفيش مفتاح هنا، واشتغل معانا زي ما انت شايف هنا اهو، تمام. وطبعا في بقى ايه؟ لوك للسرقه والكلام ده كله، وسرينا بقى بص. طب الاول بس اصبر، بس عايزين نوري الناس هنا ايه الحاجات. اول حاجه ثانيه واحده، بتفتح اول واحده كده بص، هتلاقي ورا مفيش نور خلاص. اول دكه تجيب لك نور خفيف كده ورا، وتجيب لك نور خفيف قدام. وهنا هتلاقي المنظر متقسم كده، تحس ان هو ايه؟ انزل تحت، انزل تحت، بص فانوس دوج تشارجر. شايف المنظر صح ولا لا؟ كاتب لك بقى هنا ايه؟ اسم الشركه والمسند الخلفي. هنا برضه هتلاقي النور الامامي. تفتح تالت واحده هتلاقي ايه؟ النور بقى عالي جدا. بص شكل الاضاءه عامله ازاي؟ قويه. بص شكل الاضاءه. طبعا هنا الجنوط نازله مقاس 12، وعامل لك كده رنج فيها هنا، شكله لذيذ جدا. وشكل اصلا شكل الجنط شكله حلو. نازل طبعا ماستر فرامل امامي وخلفي. وهنا حتى هتلاقي منظر الموتور مختلف. بص هنا الموتور حتى عاملينه حتى بايه؟ بستايل شويه. فكره السكوتر عموما، السكوتر الهامستر، ان هو واخد الحجم الكبير او الديزاين الكبير، ان هو تحس ان هو فعلا سكوتر عادي، ولكن هو بينطبق عليه نفس المواصفات، ان هو سكوتر ما بيرخصش، عشان هو تحت ال 3000 واط، هو 2000 واط. انت بقى هتستفيد بايه؟ هتستفيد ان هو انت شايف ان هو حجمه كبير. مبدئيا في شويه اوبشن زي الستارت انجن، الشاشه الكبيره،
شويه الحركات الدلع اللي فيه غير السكوترات التانيه الصغيره شويه. لكن انت برضه هتبقى في اول سؤال ليك هتساله لنفسك، انا النيد بتاعتي ايه؟ استخدامي للسكوتر ده ايه؟ انا بمشي كام كيلو؟ هل انا محتاج سكوتر كهرباء ولا سكوتر بنزين؟ عشان قبل ما تنزل تشتري تقرر انت هتشتري ايه. وزي ما قلت لكم هو في منه نفس الشكل بالظبط اسمه الهامستر العادي. هيختلف ايه يا اسامه ده عن ده؟ هتلاقي السكوتر هو نازل برضه 2000 واط، ولكن السرعه بتاعته او المسافه بتاعت الشحن مش هي. يعني مثلا السكوتر ده احنا قلنا هو في الكتالوج كاتب 120 كيلو، الكتالوج بتاع الهامستر العادي كاتب ان هو 50 كيلو، ففي فرق يعتبر الضعف. ولكن البلس فعلا هيحقق نفس الارقام اللي مكتوبه في الكتالوج ولا لا؟ قلت لكم اول حاجه ان اليوزرز هم اللي يقدروا يقولوا لنا ده على ارض الواقع وبيمشوا. وانا بتابع الموضوع بلاقي ان الناس بتقول لك لا ال 120 ممكن تمشيني 80 90، اللي مكتوب مثلا 50 60 بيمشيني مثلا 50 كيلو 48 كيلو على الشحنه الواحده. برضه في الاول وفي الاخر دي فكره الليد اسيد. واخر حاجه اللي هو يعتبر احلى حاجه فيهم اللي هو الهامستر ال، والال ده جاي من اختصار كلمه ليثيوم، وده انا شايفه افضل حاجه. ليه؟ لان البطاريات الليثيوم ميزتها حاجتين. اول حاجه ان السكوتر ده برضو هتفضل مضطر ان انت يبقى عندك جراج او عندك مكان تقدر تشحنه منه من الكهرباء ال 220 عادي، ويبقى السكوتر مركون فيه حته جنبها مثلا فيشه او اي حاجه عشان توصل. اختلاف البطاريه الليثيوم، اول حاجه البطاريه الليثيوم بتديك عمر افتراضي للبطاريات. يعني هي الليثيوم دي اسمها ليثيوم برو، زي شبه كده قنبله سودا كده صغيره. انا بس هي السكوتر مش موجود دلوقتي، ولكن انت بكل سهوله تقدر تشيلها وتشحنها معاك فوق في البيت عندك. فانت هنا ميزه الليثيوم ان انت مش هتحتاج ان انت تاخد السكوتر او السكوتر يبقى فيه مكان شحن جنبه وتتعطل بالحته دي. فدي ميزه مثلا انا شايفها في الليثيوم. بلس ان الليثيوم عندك مكان في الشنطه ان انت تقدر تحط بطاريه ليثيوم كمان وتزود مسافه الشحن. يعني مثلا لو الشحنه الواحده على البطاريه الليثيوم بتمشيك 80 90، انت ممكن تحط اضافه بطاريه ثانيه تمشيك 160 170 كيلو، فدي برضو اوبشن. ولكن الاختلاف هنا هتلاقي سعر البطاريه الليثيوم غالي جدا يكاد 25000 جنيه، والبطاريات دي هتلاقي البطاريه ب 1800 2000 جنيه. ففي فرق جامد جدا. يعني الخمس بطاريات هنا او الست بطاريات هيعملوا 12000 جنيه عكس الثانيه هتبقى الضعف. ولكن زي ما قلت لكم الفرق ما بين البطاريات الليد اسيد والليثيوم ان الليثيوم بتديك عمر افتراضي اقوى. يعني ممكن الليثيوم دي تقعد معاك 5 سنين 6 سنين لو انت بتشحنها صح، ولو انت دايما بتمشي بالسكوتر ومأكتف البطاريه غير لو تكون راكنها. والنقطه الثانيه حته الشحن ان انت مش هتبقى مربوط ان انت السكوتر بتاعك تركنه في جراج جنبه فيشه، بل بالعكس هتركنه في اي حته وانت طالع هتسحب البطاريه وتاخدها توديها معاك مثلا تشحنها في البيت وانت نايم بالليل بتاع، لان هي برضو بتستغرق مده الشحن بتاعتها من 3 ساعات ل 8 ساعات كتشارج فول. طيب ايه السؤال بقى اللي انت عايز تساله يا عمرو؟ الفلوس. مبدئيا السكوتر اللي احنا بنتكلم عليه النهارده اللي هو الهامستر بلس سعره 55 في وقت رفع الفيديو، ولكن هو كان بسعر اقل. زي ما انا قلت لكم ان في تغيرات كل شويه بتحصل في السوق، ولكن خلينا نقول على الاسعار اللي احنا موجودين فيها. وده يعتبر من الموديلات برضو القويه واللي حققت مبيعات في سوق مصر تبع شركه تيلج، الوكيل بتاعها ابو حوا. وانا الغالب يعني ان انا شايف ان هم ممكن يستقروا على الموديل ده لان هو حقق مبيعات، وفي نفس الوقت الناس ساتسفايد جدا بحته الشكل. يعني الشكل مهم برضو بالنسبه للناس، مع ان هو زي ما قلت لكم هو عادي، هو شكله تحس ان هو سكوتر عادي خالص، ما تحسش ان هو كهرباء. ولكن هم بقى عايزين يلغوا شويه حاجات كده منه، حوار الصوت ان كل ما بتفتح حاجه بص لسه بقول لكم ايه اهي ادي الصوت اهو. طب السؤال برضو اللي الناس هتساله، الثلاث موديلات اسعارهم ايه؟ مبدئيا الهامستر العادي سعره 45، الهامستر بلس 55، الهامستر الليثيوم 65. هتلاقي فرق ما بين كل حاجه 10. وطبعا الاسعار زي ما قلت لكم بيبقى فيها تغيرات، ممكن تلاقيها زادت شويه ممكن تلاقيها قلت على حسب برضو الماركت. وانا واحد من الناس اللي شايف ان السكوتر الهامستر مسك العصايه من النص. مبدئيا ان هو ادى حجم كبير للعميل، مبسوط ان هو راكب حجم سكوتر كبير، وفي نفس الوقت الافريج بتاعه المشي البطاريه 80 90 كيلو عكس السكوترات الثانيه اللي هي بتمشي 45 او 50 كيلو. فهو يعتبر مسك العصايه ما بين الاثنين، ما بين الكهرباء وما بين البنزين. وبرضه لو جيت حسبتها حسبه ان انا لو جيت قارنت بسكوتر بنزين هنلاقي ان هو برضه سعره اقل من سكوترات البنزين. لو هنتكلم على نفس الاوبشنز كسكوتر مثلا حجمه كويس، الفرامل بتاعته قدام وورا على باكم، عداد ديجيتال بيمشي نفس المسافه، مع اختلاف ان ده كهرباء وده بنزين. فلو عجبك الفيديو ما تنساناش تعمل لايك وسبسكرايب عشان دايما نفضل مكملين مع بعض. سلام.